أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في برنامجكم مصطلح الأسبوع. مصطلحنا لهذا الأسبوع هو مصطلح السلطة. السلطة تعني الاقتدار، وهي مشتقة من القدرة. إن هذا المفهوم موجود في كل مكان ويهاجم كل جانب من جوانب الحياة، وظهر مع ظهور الضغط والقمع وسياسة الذهنية الذكورية، وهذا المفهوم من الصعب جدا ضبطه والسيطرة عليه. وفي إطار العلوم الاجتماعية التي تخدم الحداثة الرأسمالية والتي قامت عليها علم الاجتماع الماركسي، عرفت السلطة بأنها شكل من أشكال حكم الدولة، وبشكل أدق اعتبرتها كإدارة للدولة. ولكن القائد عبد الله أوجلان غير هذه الفكرة، واعتبر أن الدولة شكل من أشكال السلطة، وتعبر الدولة عن حالة من السلطة المؤسساتية الصارمة. فالدولة بشكلها المؤسساتي تعبر عن القمع، وكل مهنة هي تعبير عن الضغط، وتشمل في مضمونها الاحتكار أيضا. ويقول القائد عبد الله أوجلان أن الطغيان الأعظم ظهر كاحتكار السلطة والدولة، كما تم إنشاء القوى الأعظم بهذه الطريقة. هنالك أطروحة في العلوم الاجتماعية ترى أن السلطة مجال لإدارة الدولة، فالتاريخ والحضارة بمنظورهم يبدأ بالدولة، لذلك تعتمد ذهنية الدولة القومية هذا الأمر بشكل كبير، فتدعي أن الحضارة والبناء بدأ مع سومر. وذكر القائد عبد الله أوجلان أن ظاهرة السلطة لم يتم توضيحها في علم الاجتماع، لذلك عمل على شرح مصطلح السلطة في مرافعته القضية الكردية وحل الأمة الديمقراطية تحت عنوان الإطار الاصطلاحي والنظري كالتالي: يتصدر مصطلح السلطة لائحة المصطلحات المتضاربة والمؤدية إلى الأخطاء والمتسببة بأكثر المشقات لدى تحليل الواقع الاجتماعي، وكأنه يعاند صياغة تعريف واضح له شكلا ومضمونا، وينعكس ذلك على تعريف الحاكمية الكامنة في طبيعته، ويعاند صياغة تعريف واقعيا له، فلا يبرز ذاته بوضوح، إذ يبدو وكأنه ظاهرة حيادية، ولكن لا يمكن الاستغناء عنها، كما يعمم ذاته ويصيرها مطلقة بحيث تكاد تصبح إلهية. من هنا فالأصح هو تعريف السلطة الاجتماعية بكونها استقلالا اقتصاديا مركزيا وإمكانية قوة مكثفة. وهكذا فإن السلطة التي أصبحت وكأنها ذات طابع جيني في كل البؤر البنيوية والعقلية للمجتمع تقدم الإمكانيات للاستقلال والقوى المتراكمين، في حين أن القوى الاجتماعية المستولية على آلية هذه السلطة تشكل الدولة التاريخية العينة ونخبها الاستقلالية وطبقاتها. لذا من المهم إضفاء المعنى على السلطة من حيث كونها طاقة احتياطية كامنة لكيان الطبقة والدولة. أما السلطة التي تتجسد طاقتها الكامنة بشكل ملموس فإنها تشكل دولة ما بطبقاتها الاستقلالية الاجتماعية التي تركز إليها نخبها الحاكمة كالعبودية والقطاعية والبرجوازية وما شابه. كما وبالإمكان التفكير في السلطة من حيث أنها طاقة كامنة لقوة جسدية وفكرية هو الدافع المهم الآخر لفرض السلطة نفسها على المجتمع، وكأنها ضرورة حتمية لازمة باستمرار يتمثل في المطابقة بين وجودها وبين الحاجة إلى الإدارة المجتمعية الطبيعية، في حين سيرى أن السلطة تتسلل إلى بنية المجتمع كورم سرطاني، إذ ما تم تمييزها عن قيادة المجتمع الطبيعي. من المهم أيضا ملاحظة الفارق بين السلطة والدولة، فرغم انتشار السلطة في المجتمع وتغلغلها في كافة مساماته بدرجة كبيرة، إلا أن الدولة تعبر عن هوية السلطة أكثر ضيقا وذات طوابع ملموسة. بمعنى آخر، الدولة شكل من أشكال السلطة الخاضعة لرقابة أكبر ومرتبطة بقواعد والمتحولة إلى قانون، والتي تبدي عناية فائقة لشرعنة ذاتها. وبينما تقيم السلطة كحالة نفوذ عام، فإنه بالمستطاع الحكم على لا سلطة كحالة عبودية عامة، واختلاف أشكال السلطة والعبودية متعلق بالمزايا العامة للدولة.
فالسلطة مصطلح مضاد للحرية، فبقدر تواجد السلطة في المجتمع فإن غياب الحرية يسود بالمثل، وبقدر تقليل من السلطة فإن وضع الحرية يتحقق التطور بالمثل. وبالنسبة للعلاقة بين السلطة والديمقراطية فإن القائد عبد الله أوجلان يؤكد على أن استفحال السلطة يؤدي إلى استهلاك الديمقراطية، فتظهر الاستبدادية التي هي مرض سلطوي على هيئة عملاق مارد في حال تملصها من الرقابة وتحررها من قيودها، مثل ما لوحظ في مثال هتلر. أما شكل السلطة من طراز الدولة القومية فله أواصره مع النظام الرأسمالي الفاشي، معبرا بذلك عن وضعه الأولي. من هنا نستنتج أن السلطة لا يمكن أن تكون جوابا وحلا شافيا للمشاكل الاجتماعية، والحل يكمن تماما بالديمقراطية. فالديمقراطية الحقيقية المتمثلة بالحداثة الديمقراطية، ومن خلال الإدارة الديمقراطية والكونفدرالية تصبح جوابا وبديلا للحداثة الرأسمالية. لهذا سنسعى دائما لبناء وحماية الحضارة الديمقراطية. وإلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، ونشكركم على طيب المتابعة، وإلى لقاء يتجدد في مصطلح جديد وأسبوع جديد.